يا مساء السلام عليكم يا الخير. رب. عليكم السلام، اتفضل يا حبيبي. بص يا طنط، انت الصراحه زي والدتي يعني. ايوه. كان معايا مصروفي وقع مني. وبعدين؟ الصراحه المصروف ده كان المفروض بقى اجيب بيها كراسه عشان اطلع بيها الدرس. الصراحه يعني المصروف وقع وانا مش عارف اعمل ايه، وده مستقبلي. فلو ما جبتش الكراسه ما الحصه بقى هتضيع عليا ومش عارف افهم حاجه. وبعدين؟ فالصراحه يعني ينفع تديني يعني كراسه وبقى تديك حقها بعدين؟ تديني حقها بعدين؟ بص يا ابني، انا زمان ما كنتش عرفت لا اتعلم ولا حتى اخد حق، بص، ولا ابتدائيه ولا حاجه. وبص، انا هساعدك ولله بقى من عند ربنا وخلاص. خد، مع اني انا لسه ما استفتحتش، هديك الكراسه ورزقي ورزقك على الله. بس انت كده هتخسري يا طنط. بص، الخساره عمرها مع ربنا كده، عمرها ما كانت خساره، بالعكس كانت مكسب. ماشي؟ بس يا طنط يعني مش عارفه اقول لك، انت بتقولي لسه ما استفتحتش يعني. ايه يعني يا حبيبي، انت زي ابني او زي اخويا، والله ما فيش اي حاجه، وربنا هو الرزاق. وانا ان شاء الله هجيب لك حقها. لا يابا، مش عايزه منك حاجه، روح ربنا يا رب يوفقك كده وتطلع دكتور، بس اوعى تنساني. ان شاء الله. ماشي، ربنا يوفقك يا ابني يا رب. تعالي بقى المستشفى معانا. حاضر. يا رب ترزقنا يا رب وكرمنا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. عامله ايه؟ الحمد لله. انت تبيعي ده قليمه وكشاكيل وحاجات؟ طب بقول لك ايه، عاملين كام الحاجه اللي معاكي دي؟ ديت عاملين 100 جنيه. 100 جنيه؟ طب انت ليه يعني مش مزوده البضاعه عندك؟ لا انا عامله ظروف الناس والله. ظروف الناس ولا ظروفك انت؟ لا انا عامله ظروف الناس، مثلا اللي مثلا يجي مثلا ما معهوش حاجه، او هم قللوا السعر. لا انا بتكلم ان انت تكتري البضاعه عشان برضك ربنا يرزقك بزياده. لا انا فكرتك بتقول على السعر يعني قليل، لا انا ما معيش، على قدي على قدي والله. تمام ماشي يا ستي. على قدي، انت قلت عاملين كام دولت؟ 100. 100 جنيه؟ ايوه. لو مش عايز تديني ما فيش مشكله، خدهم وربنا يكرمنا يا رب. امسك كده يا ستي. امسك ايه؟ عد دولت ورايا كده كام؟ 100 200 300 400. جاي لك يا محمود دلوقتي، سلام. 400؟ ماشي. 100 200 300 400 500 كده معاكي كام؟ 900 كده. 900. جيبي لك بيهم بضاعه وان شاء الله ربنا يكرمك ويبقى عندك احسن محل في الدنيا. لا ربنا يخليك، ما خدش حاجه من حد. ازاي يا ستي؟ دولت لوجه الله، دولت ربنا هو اللي بعتهم لك عشان اللي بيعمل خير بيلاقيه. والله العظيم ما عارفه اقول لك ايه، وحياه ربنا يعني. ولا اي حاجه، انت بنت حلال، وزي ما جبرت بخاطر الطفل دوت لازم برضه تتجبر بخاطر. والله ما عارفه اقول لك ايه، كتر الف خير. ولا أي حاجة. موقف حضرتك